في مجال ما تصفقنا صواريخ من 5 ل8 لأنه عندي موعد مع بتول بليز؟ بعد فيديو ساخر لميريام كلينك، الفخاي الدرعي يعلق على الفكاهة تحمل رسالة. وفي التفاصيل علق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الفخاي الدرعي على مقطع فيديو نشرته عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك، طالبت فيه إسرائيل بشكل ساخر بألا تقصف لبنان لمدة ساعات، مشيرا إلى أن روح الفكاهة تحمل رسالة بأن الشعب اللبناني لا يريد الحرب. ونشر الدرعي صورة من المقطع الذي نشرته كلينك عبر صفحتها على انستغرام، وعلق عليه عبر صفحته على اكس تويتر سابقا بالقول: نشرت فنانة لبنانية مقطع فيديو مرحا تدعو فيه إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وذلك أثناء وجودها في صالون التجميل. لم تكن هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها مثل هذه الفيديوهات الظريفة التي تعكس واقعا يعيشه لبنان، واقع دولة مزدوجة وشعب منقسم. واردف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فمن جهة هناك من يسعى إلى العيش بسلام ورخاء، ومن جهة أخرى هناك من اختار طريق الإرهاب ودعم الإرهابيين. هناك من يدرك بأن نشاطاتنا العسكرية ليست موجهة ضده، وهناك من يصر على التمسك بمحور فكري وشر يتلاشى. وختم الدرعي بالقول: الأهم من ذلك أن روح الفكاهة التي يتمتع بها الشعب اللبناني تحمل في طياتها رسالة واضحة: نحن لا نريد الحرب، لسنا جزءا منها، كل ما نتمناه هو العيش والحياة.